الشأن الثقافي، حيث نظمت جمعية الإبداعات للتأطير التربوي الثقافي والتنمية الاجتماعية بطنطان المهرجان الإقليمي لمسرح الطفل في نسخته الأولى تحت شعار المسرح دعامة أساسية للنهوض بالطفولة، تظاهرة تروم إبراز مواهب تلاميذ المؤسسات التعليمية في أبي الفنون. في المتابعة آية السرتي وعبد الرحيم حاجي. المهرجان الإقليمي لمسرح الطفل في نسخته الأولى تظاهرة تروم إبراز مواهب الأطفال وطاقاتهم الإبداعية في أبي الفنون وتقريب هذا الفن من مختلف شرائح المجتمع، وكذا المساهمة في التنشيط الثقافي والفني والمسرحي بالطنطان. اليوم شاركت في هذا المهرجان الطفل الرائع جدا، وشاركت مؤلف مسرحية ديال الصراع بين اللغة الفرنسية واللغة العربية، وأنا بدوري اللغة العربية. اليوم شاركنا في مسرحية الطفل، في مسرحية فرعون العاصر. الشخصية ديالي هي الابن ديال كنتحدثوا على الانترنت والتأثير ديالها. شاركنا اليوم بمسرحية تحت عنوان نحن الهوايات، ونتمنى أن نكون قد نجحنا في إلقاء هذا العرض المسرحي. أنا سعيدة اليوم بمشاركتي في هذه المسرحية المعنونة بالصراع بين اللغة الفرنسية واللغة العربية بتأطير جمعية الإبداعات للتأطير التربوي والثقافي. هي فرصة للمشاركين لاكتشاف وتجربة مهارات جديدة في المسرح والمساهمة في تنمية قدراتهم وثقافتهم الفنية وتمكين من التعبير عن أنفسهم والتفاعل مع العروض، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويطور مهاراتهم الاجتماعية. كان المهرجان فرصة واسعة لكي يتيح للطفل البريء فرصة إظهار خياله فوق الخشبة، ولو أن كانت العروض كلها كانت في المستوى. كذلك نشكر المؤسسات التي ساهمت معنا في إظهار عروضها المسرحية. اليوم نظمنا مهرجان مسرح الطفل الإقليمي بمشاركة مع مجموعة من المؤسسات التربوية والتعليمية اللي شاركوا فيها ونظموا لنا مجموعة من العروض المسرحية اللي شاركوا فيها مجموعة من الأطفال اللي يقدموا لنا مجموعة من الإبداعات ديالهم، وتبارك الله عليهم. احنا فرحانين لأن هذا المهرجان هذا تقدم لأول مرة على الصعيد الإقليمي. ويسعى المهرجان إلى دعم الشأن الثقافي والثقافة المسرحية للأطفال بشكل خاص، بالإضافة إلى تطوير الفنون المسرحية المعنية بالطفل، وذلك بإطلاق فرص الحوار والتفاعل بين المهتمين، وكذا الارتقاء بالذوق العام للجمهور المسرحي.